السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. البتنجان اتعمل بطرق كتير، بس الطريقة دي اجمل طريقة انا بحبها وطعمه بيبقى جميل جدا وتحفة وسهل خالص. هنجيب البتنجان الحلو زي ما انتم شايفين كده، نغسله ونقطع القمع بتاعه ونديله بقى شقة من النص كده اهو زي ما انتم شايفين كده. والشقة دي طبعا عشان ايه؟ البتنجانة ما تفرقعش وتبهدل الدنيا. تمام. هجيب زيت سخن بقى، هقلي البتنجان. طبعا الطريقة دي أجمل طريقة والله العظيم يا جماعة، أنا بحبها جدا، بتخلي البتنجان كده بيلمع وشكله حلو. تقولي لي بقى أحطه في الفرن، أحطه في الصينية، مش عارفة إيه الطريقة دي وطريقة السلق. بس الطريقتين دول أجمل حاجة وأحلى حاجة في البتنجان. هنزل بالبتنجان بتاعي في الزيت كده وهستنى عليه شوية، وبعد كده هقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. اقلبيه على الناحية التانية ودوسي عليه كده هتلاقيه طري معاكي، تقومي مطلعاها على طول اهو زي ما انتوا شايفين كده. بيبقى جميل جدا وطعمه تحفة يا جماعة، بيوكل وطعمه بيفتح النفس على الأكل كده. طبعا كل أكلة عايزة المخللات جنبها، أنا عاملة جميع المخللات الحمد لله عندكم في القناة، أي مخللات هتلاقوها في القناة عندكم. هنا بقى هجيب الفلفل الأحمر بتاعي الحلو ده، هنضربه في الكبة وهنزل بقى بخل كده. أنا حطيت خل في الكبة عشان ما يبقاش فيها بواقي فلفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. اقلب الكلام ده كله والبتنجان قلبه ابيض زي الفل زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة دي ونزلت بالخل. طبعا الكمية بتاعتك، وهنزل بالملح وهنزل بالكمون، واهم حاجة في البتنجان كمان الكمون بيديله ريحة وطعم حلو. تمام. هظبط الملح بتاعي وهنقلب الكلام ده كله، وهجيب بقى البتنجان افتحه من قلبه بس بعد ما اظبط طبعا الملح. واعصر كمان ليمون على الخلطة دي، بتبقى طعمه جميل جدا وبيدي مزازة كده وحلو. وكمان الليمون بيخلي اللون بتاعه احمر، بيديله اللون الاحمر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلبنا كده الخلطة بتاعتنا وظبطناها. هنفتح بقى البتنجان من النص كده، وطبعا انا بصور بايد وبشتغل بايدي يا جماعة، اعذروني معلش. اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا قلب البتنجالة حلوة ازاي. الله، الكيلو ب10 جنيه والله العظيم يا جماعة، يعني ما اقولكمش الطعم والجمال. وحاجة تفتح النفس كده. انا بحب اكله بالعيش كده والله، بسيب الاكل واغمز البتنجال ده بالعيش، طعمه جميل وحلو جدا وبيفتح النفس على الاكل. شايفين قلبه ابيض ازاي؟ زي قلوبكم بالظبط. ما تنسيش في اللايك والشير، ولو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ اكلات مصرية. اقلب في البتنجالة مش لاقيه الفتحة بتاعتها، الحمد لله وجدناها. الله على قلب البتنجال الابيض ما شاء الله. والله يا جماعه انا مبسوطه بقلبه الابيض ده. هكمل الكميه بقى معاكم وارجع لكم تاني. وهنا بقى كملت البتنجال حشيته كله بالدقه الحلوه بتاعتنا دي، وكمان قليت فلفل معاه، حطيت ده مع ده وشكله تحفه بذمتكم يا جماعه، يفتح النفس ولا لا؟ ادخلوا بقى القناه شوفوا الفلفل شوفوا الخيار والزيتون اللفت قرب يطلع اهوت، والشتا داخل علينا واللفت بيجي، وشوفوا الطريقه عشان تعملوا زيها. كل حاجه هتلاقوها في القناه عندكم. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.